الحكايه بتبدا مع ولد اسمه آرس، شاب بسيط جدا وما عندوش خبره في اي حاجه في الدنيا. رجع من الشغل وكل حاجه كانت تمام التمام. تاني يوم الصبح صحى من النوم ورايح شغله عادي، بس حس بحاجه غريبه ومش طبيعيه. حط ايده على قلبه وفجاه ما بقاش حاسس باي حاجه خالص. جاله هبوط حاد وسكته قلبيه ومات في ساعتها. بس فجاه لقى نفسه بيفتح عينه من تاني وافتكر نفسه في المستشفى، وان اللي واقفه قدامه دي الممرضه بتاعته. بس ايه ده؟ هو ليه في كلب بيطير في الأوضة؟ هو بيحلم ولا ايه الحكاية؟ بسرعة كده بطلنا بيفوق وبيستوعب انه اتنقل لعالم تاني خالص، ولما بص لنفسه في المراية اكتشف انه بقى طفل صغير لسه مش فاهم اي حاجة في الدنيا ولا في الحياة، وعرف بسرعة انه اتولد من جديد في العالم ده، وبين كده انه هيشقلب الكيان ويغير كل الأوضاع هنا. بتعدي 3 سنين وخلال الفترة دي بيتعلم القراية والكتابة وعايش عيشة ملوكي، والخدم والحراس حواليه في كل حتة. ولحسن الحظ اتولد في مملكة اسمها أسيمور، وبالتحديد في بلد اسمها دريان، والبلد دي اللي بيحكمها بيبقى ابوه شخصيا. مع الوقت آرس بينزل ساحة التدريب عشان يتفرج على العساكر وهم بيتمرنوا، وهو واقف لمح 2 عساكر بيتدربوا مع بعض، بس كان في واحد منهم باين قوي انه بيفتري على التاني وبيبهدله. آرس بص عليه وشغل قدرته السرية والغامضة، وهنا بنكتشف ان عنده قدرة اسمها التقييم، ودي بتخليه يعرف يحدد مستوى مهارات اي حد واقف قدامه، ويعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه بالظبط. آرس بيكتشف ان العسكري الغلبان ده ملوش في القتال القريب، بس في المقابل هو فنان واستاذ في استخدام القوس والاسهم. راح له وقال له طب ما تجرب كده تستخدم القوس. العسكري تردد في الاول لان عمره ما مسك قوس في حياته، بس قرر يجرب ويمشي ورا كلام آرس، ولما جه ينشن على الهدف سحب السهم وطار وجاب نص الهدف بالظبط وبمنتهى الدقة. جرب تاني وجابها برضه بالظبط. العساكر كلهم اتلموا حواليه وهم مذهولين وبيصرخوا من المفاجأة. يا نهار ابيض، مش ممكن. ولما حد سأله انت عرفت منين انه موهوب في النشان كده؟ آرس رد عليه بابتسامة وقال له مجرد احساس مش اكتر. بعد شوية آرس بيقعد يتغدى مع ابوه الحاكم ريفين، والاب بيبدي اعجابه الشديد بقدرة ابنه على اكتشاف المواهب، بس في نفس الوقت بيحذره بيقول له ان الايام اللي جاية هتبقى صعبة وناشفة عشان المملكة شكلها داخلة على حروب وصراعات كتير، وطلب منه يجهز نفسه كويس للمرحلة دي. وآرس وافق على كلام ابوه. في يوم من الايام وهو بيلف في البلد آرس بيلمح شاب مرمي على الارض وفي ناس بتبلطج عليه وبتستقوى عليه. بيكتشف ان الولد ده من سلالة الملكين، ودي سلالة الناس بتعاملهم زي العبيد وبيتباعوا في الأسواق. آرس اتقمص وزعل جدا، قرب منه واداله أكل وعرف إن اسمه ريت. وأول ما آرس استخدم قوته عليه اتصدم صدمة عمره، لقى عنده قدرات خارقة للطبيعة، وتعتبر تاني أقوى قدرات شافها في حياته بعد أبوه على طول. بعد ما ريت أكل وشبع جه يمشي، بس آرس جرى وراه وقال له إنه ابن الحاكم ريفين وعايز يشغله معاه ويبقى دراعه اليمين. ريت رفض في الأول، بس لما آرس وعده إنه هيوفر له كل الأكل اللي بيحلم بيه لو وافق يشتغل معاه غير رأيه ووافق على طول. ولما آرس طلب من أبوه ان ريت يشتغل معاهم في القصر، الحاكم رفض بشدة، بالذات لما عرف انه من سلالة الملكين. بس آرس صمم وقال له ان ريت عنده قدرات مرعبة وهيجي يوم ويبقى في نفس قوة أبوه. الحاكم اتريق عليه وقال له ايه الكلام الفارغ ده؟ انا هختبره بنفسي، ولو عرف بس يلمسني لمسة واحدة هخليه يقعد معانا، انما لو فشل مش عايز اشوف وشه هنا تاني. آرس وافق على التحدي وهو كله ثقة ان ريت هيعملها رغم فرق القوة الرهيب اللي بينهم. وبدأ الماتش والقتال. ريفين نازل ضربه هجوم جامد، وريت بيحاول يتفادى الضربات بالعافية وحس انه واقف قدام وحش حقيقي مش بيهزر. ريت اخذ خبطة وقعته على الارض، بس بص لآرس وافتكر ثقته الكبيرة فيه، فقام واقف على رجليه تاني وعنده حماس واصرار مش طبيعي. هجم بكل ما اوتي من قوة، وبضربة سريعة ومفاجأة عرف يطير شعره من راس ريفين، وبكده نجح في الاختبار. والحاكم اعترف بموهبته وكمان مدح ذكاء وقدرة آرس في انه بيلقط المواهب. بعد فترة من التدريب والمذاكرة آرس بيقعد مع صاحبه ريت ويحكي له عن تاريخ المملكة، وانها في الاصل كانت عبارة عن 7 دول متفرقين وجمعهم الملك أسامورف، بس الملك مات وابنه الصغير هو اللي مسك الحكم رغم انه عيل عنده 8 سنين بس، وده اللي خلى شوية حرامية ومفسدين هم اللي يتحكموا في قرارات المملكة. آرس كان عارف ومستنتج ان المملكة دي هتقع وهتنهار قريب، فعشان كده قرر يجمع حواليه شلة من الناس الموهوبين عشان يستعد لليوم ده. ريت اقترح عليه ينزلوا يلفوا في البلد يدوروا على ناس تانية موهوبة، وهم بيلفوا في السوق
آرس سمع راجل بينادي عليه وبيعرض انه بيبيع بيض تنانين نادر بسعر خيالي. آرس كان خلاص هيصدقه ويشتري، بس ريت اتدخل وحط الخنجر على رقبة البياع وقال له انت راجل نصاب ومقضيها حوارات، مفيش حد زيك ممكن يكون معاه كل بيض التنانين ده، وبعدين بيض التنانين الحقيقي مش بيبقى فيه البقعة دي، ده بيض سحالي عملاقة. ريت كان عايز يربيه ويأدبه، بس آرس حاشه وخده ومشيوا. بعد شوية هما ماشيين في السوق، في شخص مجهول ثبت آرس وسرقه وجرى، بس ريت ما سابوش وجرى وراه ولمحه ومسكه، واتفاجئوا انها بنت زي القمر. البنت فلتت منهم وجريت في حارة سد، فجريوا وراها ولقوا شلة من المجرمين محوطينها ونازلين فيها ضرب. آرس اتعصب واتدخل، في واحد من العصابة حاول يهجم عليه، بس ريت اتعامل معاه بصباع رجله الصغير وسد قصاده بسهولة، وبعدين نط على باقي العصابة زي النينجا وخلص عليهم كلهم بضربات سريعة وموتهم. آرس شغل قدرته تاني على البنت واتصدم صدمة حياته. قدرات البنت دي مش طبيعية بالمرة ومعدية كل التوقعات رغم سنها الصغير. آرس طلب من البنت انها تنضم ليهم وتشتغل معاهم، بس هي رفعت مناخيرها ورفضت وقالت له انا اموت ولا اني اكون تبع لعيل فرفور ومرفه زيك يا آرس. بس هو ما يأسي وفضل يحاول يقنعها بكل الطرق وقال لها انه مستعد يعمل اي حاجة في الدنيا عشان توافق. البنت قالت له خلاص انا موافقة، بس بشرط تشيلوا النظرة الحقيرة اللي بيبص بيها الاغنياء للناس اللي شبهي وبطلوا تشوفونا كأننا عبيد، والاهم من كل ده تقضي على الجوع اللي في الشوارع. وراحت مخرجة الفلوس ورميها عليهم وقالت لهم خدوا الفلوس دي وامشوا من هنا بسرعة. آرس قال لها بس الناس دول لسه كانوا نازلين فيكي ضرب من شوية وانا قلقان عليكي. حكيت له وقالت له ان في واحد من النبلاء خطفها وكان عايز يبيعها، بس هي عرفت تهرب وتفلت منه، وده خلاه يبعت وراها المجرمين دول عشان يرجعوها ليه بالعافية. في اللحظة دي جرت عليها شلة عيال صغيرة من الأيتام، وهنا عرفنا ان اسمها جين وان هي اللي كانت بتراعي العيال دي وبتأكلهم وبتحارب الجوع اللي كان ممكن يموتهم في اي لحظة. آرس اتأثر جدا والمشهد حرك مشاعره، فطلع كل الفلوس اللي معاه واداها لها وقال لها بتمنى تاخدي الفلوس دي، اكيد هنتقابل تاني. ولما رجع القصر قعد لوحده وكان زعلان ومهموم جدا عشان خاطر جين والعيال الصغيرة اللي عايشين في الشارع. ريت حاول يواسيه ويهون عليه، بس فجأة سمع صوت حد بينادي عليهم برا. دول العيال الأيتام اللي كانوا مع جين وجايين يجروا ويطلبوا منه المساعدة، وعرفوا منهم ان العصابة قفشت جين ورجعت قبضت عليها تاني، وبين كده انها هتبقى نهايتها فعلا. العصابة اخدوها لحد بيت زعيم العصابة ورموها على الارض، وبدأ افراد العصابة يتريقوا عليها ويهنوها ونزلين فيها ضرب، وجين من كتر الضرب ما كانتش قادرة حتى تتحرك من مكانها. زعيم العصابة زعق لهم وقال لهم بس بطلوا ضربة في وشها كده السعر بتاعها هيقل ومش هتعمل لنا فلوس. جين حاولت تلم الفلوس بتاعتها وتجري، بس ضربوها تاني ورموها على الارض، وافتكرت العيال الايتام الغلابه بس ما كانش بايديها اي حاجه تعملها. تفتكروا كده خلاص الحكايه خلصت؟ فجاه الباب اتدغدغ وكسروه فوق دماغهم، وظهر آرس في المكان ومعاه ريت. واحد من العصابه حاول يهجم على ريت، بس ريت فرمه في ثانيه وخلص عليه، وبعدها دغدغ العصابه كلها ومسح بيهم الارض. آرس وجه كلامه لزعيم العصابه وقال له بنبره حاسمه يا اما تسيب جين تمشي وتفك اسرها يا اما هتندم ندم عمرك. الزعيم لما عرف واستوعب ان آرس يبقى ابن راجل من النبلاء والحكام اترعب وخاف وقال له وانت بتدافع عنها ليه اصلا؟ ده الناس اللي شبهك بيشتروا اللي زي دي ويعذبوهم لمجرد التسلية والمتعة. حتى جين نفسها كانت مستغربة ومذهولة وقالت له انت ليه بتخاطر بحياتك وبتحط نفسك في الخطر عشان خاطري؟ انا مش فاهمة انت بتعمل ايه وليه بتعمل كده. آرس بص ليها وطمنها وقال لها ما تقلقيش احنا مش شبههم ومش زي الناس دول، وما تخافش عليا مفيش اي حاجة وحشة هتحصل لي. وبعدين التفت لريت وقال له كلمة واحدة خلص عليهم. ريت ما كانش مصدق نفسه من الفرحة وهجم على طول علشان يخلص على العصابة من غير اي تردد. في اتنين حاولوا يضربوه بسحر النار بس هو تحول لزي الشبح ومسح بيهم الارض بثانية. رئيس العصابة حس ان الموضوع قلب بجد وان رقبته في خطر، فراح مستدعي اقوى مجرم عندهم وقال له لو خلصتني من الاتنين دول هديك فلوس كتير قوي. جين خافت من شكل المجرم المرعب بس آرس طمنها وقال لها ما تقلقيش احنا في امان. المجرم هجم بغباء على ريت بس فجأة ريت اختفى من قدامه وظهر في حتة تانية وخلص على اقوى مجرم عندهم بضربة واحدة وبمنتهى السهولة. الزعيم جاله ذهول ورعب وقال له ده حاكم المدينة نفسه بيسمح بتجارة العبيد، انا مش فاهم انت بتعمل كل ده ليه؟ آرس رد عليه بكل برود وهدوء وقال له الموضوع بسيط، خد الفلوس دي
واعتبر اني اشتريتها منك. ريت كمل على كلامه ووصل الزعيم وقال له قدامك حلين ملهمش تالت، يا تاخد الفلوس دي وتقفل بقك وما تقولش لاي حد على اللي حصل هنا، يا اما هقطع لك لسانك عشان اضمن انك مش هتنطق بكلمه تاني. الزعيم كان هيموت في جلده من الرعب وقال له انا موافق ومن غير فلوس كمان. آرس أخذ جين ومشيوا، وفي الطريق جين كانت بتنقي شوارع وطرق جانبية مختلفة ومقطوعة عشان محدش يلمحهم أو يتعرف عليهم. وصلوا لحد حدود المدينة والمكان كان مهجور وظلمة. ريت طلع أداة سحرية واداها لجين وقال لها جربي كده تستخدمي مهاراتك السحرية. قالت له بس أنا عمري ما استخدمت السحر في حياتي ولا أعرف أصلا البداية منين. ريت رد عليها وقال لها تمام، أنا هعلمك شوية تعويذ سحرية ويلا جربيهم دلوقتي. وفعلا جين بدأت تقرأ تعويذة، وفجأة ولعت دوامة من النار في المكان وحصل انفجار رهيب وهائل هز المدينة كلها. آرس وريت صدمتهم كانت لا توصف ومحدش فيهم كان مصدق اللي حصل قدام عينيه. جين كانت طايرة من الفرحة. في الوقت ده جين سألت آرس هو أنت هتوفر لي الأكل والسكن فعلا بعد ما انضمت ليك؟ آرس قال لها أيوة طبعا، وكمان هيبقى ليكي مرتب ومرتب كويس كمان. بس جين رفضت وقالت له انا مش عايزه مرتب ليا، انا كل اللي عايزاه انك تبعت الفلوس دي للعيال الايتام عشان هم ما لهمش حد في الدنيا غيري ياخد باله منهم. وبعدها شكرته على كل اللي عمله معاها ووعدته انها تبذل كل جهدها عشان تساعده وتقف معاه. ولما وصلوا القصر الاب ريفين قابلهم عند الباب، ولما شاف جين قفش ورفض يدخلها وقال ايه ده، انت ناوي تلم علينا ناس مشردين وصيع؟ آرس طلب من ابوه انه يشوف قوة جين بنفسه، وفعلا البنت استعرضت سحرها وقوتها قدامه. الاب لما شاف قوتها المرعبة واللي مش طبيعية تنح وقال لها الأوضة بتاعتك جوه على اليمين. وبتعدي سنين الاب ريفين رجع من معركة وقال لهم احنا كسبنا المعركة دي بفضل جين. ايوه البنت كبرت وقوتها اتطورت وبقت حاجه فوق الخيال، ووجودها في الفرقه بقى يقلب موازين اي معركه يدخلوها. وعرفنا كمان ان آرس بقى عنده اخوات توأم عيال صغيره. في الوقت ده ريت نادى على آرس وقال له ان في عيله صيادين شاطرين وممتازين جدا عايشين على حدود القريه. آرس فرح جدا واخد معاه ريت وجين وطلعوا عليهم جري. وفجأة وهم ماشيين شافوا خنزير بري بيجري وفي سهم جه فيه واصطادوا في ثانية. الصيادين جروا عليهم عشان يعتذروا ليهم لأن السهم ما كانش ينفع يترمي وفي ناس قريبة في المكان. آرس بص عليهم وشغل قدرته واستوعب ان دول بالظبط الصيد السمين والناس اللي كان بيدور عليهم، عيلة الصيادين. آرس اخذ بعضه ومشى معاهم لحد بيتهم، وهناك ابوهم رحب بيه جدا وقدم ليهم اكل، وكان طاير من الفرحة ان آرس ابن حاكم القرية شخصيا جال حدهم وزارهم في البيت. آرس ما ضيعش وقت ودخل في الموضوع على طول وطلب منهم انهم ينضموا للفرقة بتاعته عشان يبقوا عساكر في القرية. الاب فرح جدا وبص لعياله وقال لهم اخيرا حلمكم اتحقق يا ولاد. وبالمناسبة يا آرس اللي على اليمين ده اسمه مارك وده ابني الكبير، واللي في النص اسمه أتوس وده أخوه الصغير. بعد كده الأب وجه كلامه لآرس وقال له أنا بجد فخور بيك وبتفكيرك رغم سنك الصغير ده، أنت ولد موهوب وبتعافر وبتجتهد عشان تحمي القرية وتصونها مش زي زين. ولما آرس سأله مين زين ده، الأب رد عليه وقال له إن عنده ابن أصغر منهم وتقريبا في نفس سن آرس، بس الولد ده فاشل وخايب وجبان وما عندوش أي كرامة ولا دم. في اللحظة دي دخل زين عشان يسلم عليهم وكان باين عليه الخجل والكسوف الشديد وكسرة الجناح. آرس كالعادة شغل عليه مهارة التقييم وسأل نفسه بذهول ايه ده بالظبط، مش ممكن. اكتشف ان مهارات زين الاستراتيجية واصلة لتصنيف اس رغم سنه الصغير وذكائه معدي حدود التخيل وعبقري بشكل مش طبيعي. آرس اتفاجئ جدا وطلب من زين هو كمان انه ينضم لفرقتهم على طول، بس الولد اترعب وافتكر انه كده هيدخل حروب ومعارك وطحن، وهو اصلا بيخاف من خياله وبيترعب من السيرة دي، فعشان كده رفض وجرى استخبى في الأوضة بتاعته وقفل الباب على نفسه بالمفتاح. الأب راح لآرس واعتذر له عن تصرف ابنه وقال له ان زين طول عمره منطوي وقافل على نفسه وقاعد لوحده من يوم ما امه ماتت، وانه على عكس اخواته خالص واتفاشل وجبان ملوش عازه. آرس اتعصب وقال له بس اسكت خالص، انت مش فاهم اي حاجه، ابنك ده عنده موهبه تستحق كل الاحترام والتقدير. واخد بعضه ودخل لزين وحاول يتكلم معاه ويهديه. الولد كان خايف ومبرق في الاول، بس آرس لمح انه بيحب القرايه والكتب جدا، فقال له بص يا سيدي، لو انضمت لينا انا هاخدك معايا لمكتبة القصر بتاعتنا وهناك هتلاقي كل الكتب اللي بتتمناها ونفسك تقراها. زين عينه لمعت وقال له خلاص انا موافق. وفعلا اكلوا واخدهم معاهم ورجعوا على القصر. اول ما وصلوا آرس بص لجين وقال لها خدي مارك
واتوس ووديهم ساحة التدريب على طول. وهو اخذ زين ووداه لحد المكتبة وقال له عيش يا معلم براحتك، ولو احتجت اي حاجة في اي وقت عرف ريت. وسابه ومشى. وبعد فترة رجع له تاني عشان يشوفوا عمل ايه. ولما دخل اتفاجئ ان زين مرمي على الارض من التعب بعد ما خلص قراية كمية هائلة وكبيرة جدا من الكتب في وقت قياسي. أرس شغل مهارة التقييم عليه ولمح حاجة غريبة ومش طبيعية بالمرة. قدرات ومهارات زين زادت وتطورت في كام ساعة بشكل مرعب، لدرجة ان الولد نفسه ما كانش مستوعب هو عمل ايه. أرس وقف مع ريت وجين وقال لهم انا عايز اثبت لعيلة زين مهاراته وقدراته، وبالذات لابوه اللي مستهون بيه. قالوا له والعمل عايز تعمل ايه؟ أرس خطرت في باله فكرة عبقرية ومذهلة. أرس جمع الكل في الغابة وبص لزين وقال له انا عايزك تصطاد لينا شوية حيوانات من الغابة دي بس من غير ما تستخدم اي سلاح. زين قال له تمام اعتبره حصل، في حين ان اخواته وقفوا متنحين ومش مصدقين ومستغربين من الطلب ده. مفيش وقت طويل عدى والكل شاف العظمة والابداع. الاب لقى ان في فخ استراتيجي متقن ومخطط ليه اتعمل في المكان، وعرفوا يصطادوا بيه عدد ضخم وكبير جدا من الحيوانات. مش بس كده، ده زين حط اعشاب معينة في الفخ عشان يمنع الامهات والحيوانات الصغيرة من انهم يقعوا فيه، وده عشان يحافظ على التوازن البيئي. وكمان عمل مخارج وطرق تخلي الحيوانات الصغيرة تهرب وتطلع بره الفخ لو وقعت فيه بالغلط. ودي بالظبط النتيجة لما العبقرية والابداع يتقابلوا مع بعض. الاب واقف مصدوم ومش مصدق عينيه ان ابنه زين الفاشل في نظره هو اللي عمل كل العظمة دي. بس على عكس كل التوقعات الاب مش بيبين اي رد فعل ولا فرحة، وبص لأرس وقال له بجفاء بتمنى تاخدهم معاك وترجعوا القصر وخلي بالك منهم. وسابهم ومشى. هو ايه الحكاية بالظبط؟ وليه تصرفات الاب كانت غريبة وناشفة كده؟ في الوقت ده زين زعل جدا واكتئب واخد بعضه وجرى قفل على نفسه وقعد يفتكر ذكرياته المؤلمة والقديمة. وعلى الجانب التاني بنشوف الاب واقف فوق السطح مع عياله التانيين ماركو واتوس، ولما سألوه عن سبب معاملته رد عليهم هو ندمان وقال له ان طول عمره بيعامل زين وحش وبيظلمه، ورغم انه ابوه الا انه ما عرفش يكتشف مهارات ابنه ولا عرف يقف جنبه ويشجعه، وحاسس بتقصير وذنب كبير جدا لدرجة انه مش قادر يحط عينه في عين ابنه من كتر الكسوف. وطبعا زين كان واقف وسمع كل الكلام ده من وراهم واتأثر جدا وعرف قد ايه ابوه ندمان وزعلان على معاملته ليه. تاني يوم الصبح جه وقت الرحيل والمشي. الاخوات الكبار كانوا بيودعوا ابوهم عشان يمشوا، وزين خرج وراهم بس ما كانش عايز يودع حد ومشى على طول. وفجأة رجع تاني وراح لابوه وهو كان بيقطع خشب وقال له انت عمرك ما قصرت معايا في حاجه، بس انت ما اديتنيش الفرصه اني اثبت نفسي، وانا بوعدك اني هخليك فخور بيا ومرفوع الراس لابعد حد. الاب لما سمع الكلمتين دول اتاثر جدا ودموعه نزلت وودع ابنه بحراره وحب. في الوقت ده الاخوات اتجمعوا وشكروا أرس جدا على اللي عمله ووعدوه انهم هيبذلوا كل جهدهم عشان يساعدوه ويقفوا معاه. وبتعدي السنين وأرس كبر وبقى شاب، والملك ريفين تعب وصحته بدأت تتدهور، وعرفنا انهم داخلين على معركة خلال اليومين اللي جايين دول لان حاكم البلد مات. والمهم ان الحاكم قبل ما يموت اتنازل عن الحكم الابن الصغير، ورغم ان الابن الكبير كان موافق وما ندمش الا ان في شوية ناس اشرار ومفسدين ولعوا الدنيا وعملوا فتنة وشعلوا الحرب والعداوة بينهم، والبلد اللي جنبهم كانت بتساعد. ومستحيل الحكام الفاسدين دول يبعتوا جيشهم كده لله وللوطن، هم بعتنهم بغرض الاحتلال والسيطرة. ريفين كان عايز يطفي نار الحرب دي بأي طريقة، بس فجأة ساب كل ده وبص لأرس وقال له انا عايزك تجهز نفسك عشان خطوبتك وجوازك. أرس رد عليه مستغرب مفيش وقت للكلام ده دلوقتي خالص، الدنيا والعة برا وشكلك كده بتقول يا فتح يا عليم وبتودع الدنيا. الاب قال له جهز نفسك يا ابني مفيش وقت نضيعه. وعرفنا ان الاب كان متفق مع راجل من النبلاء يبعت بنته للقصر عشان تتعرف على أرس. أرس جرى على فرقتهم وهو مخضوض وبيقول لهم ان عنده مشكلة ومصيبة كبيرة، ولما عرفوا ان الحاكم ريفين عايز يجوزه فرحوا وهيصوا له. وفجأة الشغالة دخلت تبلغهم بوصول موكب العروسة، وفعلا خرج بره القصر عشان يستقبلها، وبصراحة لقاها بنت زي القمر واسمها ليسا. اول ما أرس شغل عليها مهارة التقييم ظهر له مؤشر بيأكد ان البنت دي عندها قدرات دبلوماسية عالية جدا وتنفع تكون سفيرة مفيش منها اتنين. بس هو بدأ يشك في نواياها ويسأل نفسه يا ترى مين اللي ممشيها ومقوي قلبها كده. ليسا بدأت تتكلم مع أرس بطريقة لطيفة ورقيقة جدا، وبعدها قعدوا مع بعض عشان يتعشوا.
شكرته جدا على حسن الاستقبال والترحيب والضيافة، وطلبت منه انهم يخرجوا يتمشوا مع بعض شوية برا القرية. آرس قال لها انه الدنيا بتمطر برا وما ظنش انهم هيعرفوا يخرجوا في الجو ده، فبصت له وقالت له طب عد لحد 3 كده، وسبحان الله فجأة المطر وقف والشمس طلعت من تاني. آرس اتفاجأ جدا وافتكر ان ليسا بتقدر تتحكم في الطقس والجو، بس بعد كده اكتشف انها لما وصلت كانت الدنيا بتمطر، ولما بصت على السحاب والغيوم عرفت تحسب بالظبط الوقت اللي المطر هيقف فيه بمنتهى الذكاء والعبقرية. بعد كده خرجوا يتمشوا مع بعض في القرية، وفجأة لمحوا 2 متخانقين وماسكين في خناق بعض، وفي نفس اللحظة وصل زين وجين عندهم، وجين كانت عايزة تتدخل وتفك الخناقة، بس ليسا حاشت وعطلت جين وراحت هي بنفسها للناس المتخانقين وحلت المشكلة تماما، ودخل آرس يقف مذهول ومعجب جدا بذكائها. بعد ما اليوم خلص رجعوا البيت، وبالليل ليسا قعدت معاه وقالت له لو سألتك سؤال هتجاوبني عليه بكل صراحة ومن غير لف ودوران. قال لها طبعا. راحت سألاه ايه اكتر سبب يخليك تحب الشخص اللي واقف قدامك؟ آرس ارتبك واتلخبط شويه، بس رد عليه وقال اكتر حاجه تخليني احب الشخص اللي قدامي هو انه ما يكونش كذاب وما يخبيش علي اي حاجه، وده لانه لسه شاكك في نواياها. ليسا بصت له وقالت له انا بوعدك اني عمري ما هخبي عليك اي حاجه، وسابته ومشيت. في السهرة آرس دخل أوضته عشان ينام، ولما جه يرفع الغطا لقى ليسا قاعدة ومستنياه. الراجل اتخض فقالت له اهدى كده بس وصلي على النبي، انا ما كانش هيجيلي نوم خالص من غير ما اسالك سؤال تاني. صبت له كوبايه شاي وقالت له قول لي بقى ايه اللي في قلبك ناحيتي، وكملت كلامها وقالت انها متاكده ان في حاجه مش مظبوطه، مش قادره تفهم هو ليه بيعاملها بالجفاء والشك ده. هنا آرس قرر يصرحها وقال لها انه عنده قدره يعرف بيها مهارات الناس اللي قدامه، وقدرتها في الدبلوماسيه معديه حدود التخيل، بس هو مش قادر يحدد هل هي بتتعامل معاه بصفاء نيه ومن قلبها فعلا، ولا بتستخدم ذكائها عشان مصلحه او غرض تاني في دماغها. ليسا فرحت جدا وقالت له انا بوعدك انك هتغير فكرتك عني تماما. بعد فتره ليسا رجعت لبيتها، وآرس كان بيتواصل معاها دايما عن طريق الجوابات والرسائل، وكان باين عليه انه حبها جدا. بعد كده آرس قعد مع الفرقه بتاعته والحاكم ريفين اللي كانت صحته نازله في الارض. في الوقت ده الحاكم قال لهم ان حاكم مقاطعه ميسان بيموت وخلاص بيودع، وان الحرب هتولع خلال ايام، ولازم ناخد بالنا ان المقاطعه اللي في القريه بتاعتهم تابعه ليها، والاهم من كده ان كل القرى والمدن في مملكه ميسان هينقسموا لصفين، صف هيدعم الاخ الكبير وصف هيدعم الاخ الصغير، في حين ان ريفين كان شايف ان الاخ الكبير هو الاحق بالحكم واداره البلاد، وكان المفروض ان كبار المدينه يعملوا اجتماع قريب جدا ولازم يحضروه، بس ريفين كان هلكان والمرض ما كانش سايبه. بعد شويه حاكم مدينه كنري بعت رساله بيحدد فيها ميعاد الاجتماع، فآرس اخذ زين وريت وراحوا يحضروا الاجتماع ده بالنيابه عن ابوه. واول ما وصلوا وقاموا قدام القلعه، العسكري اللي شاف الدعوه تنح واستغرب وقال عيل صغير زيك ايه اللي جابك هنا وجاي تعمل ايه؟ بعد ما دخلوا القلعه قابلهم نائب حاكم المدينه. آرس شغل على طول مهاره التقييم واستوعب قد ايه الراجل ده استاذ وفنان في التخطيط واخذ القرارات، وان منصب النائب هو المكان الصح والمناسب ليه بالظبط. ولما آرس دخل قاعه الاجتماعات الاساسيه لقى 2 من الحكام وحس بنبره خوف وقلق في الاول، بس هدي وارتاح لما لقى واحد منهم راجل طيب وابن حلال وبيرحب بيه وقال اخيرا كبرت وبقيت تحضر اجتماعاتي آرس. وعلى الجانب الثاني الراجل الثاني اللي كان شبه البرميل ما كانش طايق آرس ولا طايق يشوف وشه خالص. بعد كده دخل حاكم مدينه كنري اللي اسمه انومير وشكرهم على حضورهم وقال لهم انهم لازم يكونوا على هبه الاستعداد من النهارده عشان الحرب تولع في المنطقه خلال ايام، ولازم يسيطروا على الوضع ويحموا ناسهم واهلهم، ده غير انهم لازم يدعموا الاخ الكبير عشان يمسك امور مملكه ميسان. الاجتماع خلص وبنلاقي الحاكم انومير وقف مع آرس وبيطمنوا على صحه ابو ريفين، وقال له ان فخور بيه وبفرقته وانهم هيشكلوا فريق كبير يقلبوا الموازين في المعركه اللي جايه. بس الكلام ده ما كانش على هوا الراجل اللي ما كانش طايق آرس، وانا هقول لكم ليه. الراجل ده يطلع ابو ليسا شخصيا، ولما آرس عرف اتصدم صدمه كبيره. الراجل بص لآرس وقال له بغضب انا غلطان اني وثقت فيك، بنتي دخلت في حاله اكتئاب بسببك وبقالها كام يوم بتبعت لك رسائل وانت مش بتديها اي اهتمام ولا سائل فيها خالص. آرس رد عليه وقال له انا والله كنت بكتب جواب عشان ابعته ليها، بس غصب عني وقفت بسبب المشاكل والظروف اللي عطلتني من اول مرض ابويا للحرب للاجتماعات والمصايب التانية. الراجل قال له ليسا ارتبطت بيك جدا وبقت بتحبك، فخلي بالك منها وصنها.
وسابه ومشى. ولما ارس رجع البيت قعد مع ابو ريفين وحكى له على كل اللي حصل بالتفصيل في الاجتماع، والاب كان فخور بيه جدا ومبسوط منه. بعد فتره بنلاقي ارس وريت بيتمرنوا مع بعض، ووسط التدريب ريت اعترف لارس وقال له بكل صراحه ان ارس ضعيف شويه في المواجهه وما عندوش غير مهاره التقييم وبس، وما فيهوش اي ميزه تانية في القتال، وده لانه بيخاف جدا من اي خناقه او قتال حتى لو كان مجرد تدريب بسيط، وكان خايف يخسر في المعركة الجاية. في اللحظة دي زين استلم رسالة من الحاكم نومير بيأمره فيها انه يحرك العساكر فورا، لان الاقليم اللي جنبهم بدأ يبعت عساكر عشان يسيطروا على مدينة في اقليم ميسان. لقينا ارس مش قادر يمسك اعصابه وكان باين عليه انه مرعوب رعب مش طبيعي. جمع العساكر في ساحة التدريب وقال لهم انه هيتحرك فورا وانه هيبقى هو قائد المعركة. بس رايفن وصل لهم وقال له لو عايز تثبت انك راجل بجد وجاهز للمعجنة انا هحطك في اختبار دلوقتي. امر العساكر يجيبوا مجرم خطير متهم بالسرقة والاغتصاب والقتل ومحكوم عليه بالاعدام، وقال لهم لو ارس قدر يستحمل يشوف الحكم وهو بيتنفذ من غير ما يفقد اعصابه يبقوا كسبوا المعركة وهو معاهم. وبالفعل الاعدام بدأ، وفجأة رقبة المجرم حادت عن مسارها، وهنا ارس جاله غثيان وقرف وفقد تركيزه تماما من المنظر اللي قدام عينيه، ووقع على الارض مش قادر يتحرك ولا ياخد نفسه. ابوه بصله وقال له ايوه هو ده بقى اللي كنت بكلمك فيه، منظر الموت هيحوطك من كل حتة في المعركة، عشان كده انت مش هتيجي معانا يا فالح. وبعدها خد العساكر ومشى. باقي الفريق جر على ارس يطمنوا عليه، بس رايفن زعق ليهم وقال تعالوا معايا. وبعد شويه الكل وصل لساحه المعركه، وهناك رايفن وراهم العين الحمراء وظهرت مهاراته الجباره في القتال، وكان بيوقع الاعداء واحد ورا الثاني. وريد دخل معاه في المعمعه في نفس الوقت اللي كانت جين مقلوبه في المكان وعامله قلبان بسحرها القاتل، وزين رجع عشان يقدم الرماه. وفجاه صفوا عدد كبير جدا من عساكر العدو وكسبوا بجدارة، لكن للأسف حالة رايفن تدهورت جامد وفجأة أغمى عليه، وكان لازم الفريق يرجع بيه على البيت فورا. بعد شوية ارس راح يطمن على أبوه، وريت قال له إن أبوه كان بيحارب بكل قوته وجع على نفسه، وده اللي أثر على صحته بالسلب. بس رايفن أول ما فاق قال لهم على العكس أنا تمام، وقال إنه نازل ساحة التدريب وسابهم ومشى. ارس قعد يلوم في نفسه ويقول لو كنت شجاع كفاية كنت أنا هكون قائد العساكر مكانه، وكان عمال يجلد في ذاته كأنه بياكل في نفسه، وفضل يستقبل في الضربات وهو بيتدرب. في اللحظة دي وصلت ليسا عشان تطمن على ارس ورايفن، وكانت قلقانه جدا. ريت حكى لها على كل اللي حصل من الاول، وان ارس حس بالعجز لما راحوا المعركه وسابهم لوحدهم، ده غير احساسه بالذنب ناحيه رايفن. هي ما كانتش تعرف انه في ساحه التدريب، فراحت هناك عشان تطمن عليه، بس لقيته بيتدرب بكل غل وقوه، وهو عمال يقول طول ما انا ضعيف مش هعرف احمي الناس اللي بحبها. على الناحيه الثانيه عرفنا ان رايفن صحته ردت فيه شويه، فجمع الفريق كله وقال لهم انا مش بكلمكم بصفتي الحاكم، انا بكلمكم كأب. وبعدين قال ارس ابني لسه مش قوي كفايه عشان يدخل في اي خناقه، وبتمنى منكم تفضلوا واقفين في ظهره لحد الاخر وتدعموه وتحموه مهما حصل، عشان انا مش هعيش كتير. الفريق كله اتأثر جدا بكلامه ورد عليه تمام في عيوننا. ولما ارس عرف ان ليسا بره بعت ليها رساله بيقلل فيها من نفسه وبيقول رغم كل قدراتي انا لسه ضعيف جدا، بس وجودي جنبي اكيد هيفرق معايا وهيقويني. ليسا بدأت تعيط وقالت له يا ارس انت بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تبقى زي ابوك واحسن كمان، وانا بوعدك اني عمر ما هسيبك ولا اتخلى عنك. ولما سألوها لو كانت بتحب ارس ردت بايوه. في الوقت ده ارس دخل عليهم فجأة وهو شايل كتب واعشاب كتير، وقال انا لقيت لك العلاج بتاع حالتك. بس رايفن قال له انا كويس، تعال اقعد جنبي بس عايز اتكلم معاك كلمتين. ابوه قال له لما كنت في سنك كنت عايش حياة ما تمنهاش لحد، حاكم القرية كان بيفرض علينا ضرائب بالعافية والبلطجة، فهربت المدينة تانية الوضع فيها كان مختلف والناس عايشة مبسوطة، والحاكم بتاعها كان راجل طيب وقوي، وده اللي شجعني ابقى عسكري عنده. ومفيش، اثبتت نفسي بسرعة وترقيت وبقت القرية دي تحت حكمي، والناس فيها بقوا عارفين عني كل حاجة، عشان كده كنت دايما بنصحهم يحموها ويحافظوا عليها مهما كان الثمن. في اللحظة دي ارس حس ان النهاية قربت، فقضى الليلة دي جنب ابوه في هدوء، وزي ما كان متوقع رايفن طلع نفسه الاخير ومات في سلام. اهل القرية اتجمعوا عشان يودعوه، وارس كان بيبكي بحرقة ومنهار من زعل الفراق، بس شد حيله واعلن قدام كل اللي واقفين انه هيكمل مشوار ابوه وهيحمي القرية لحد آخر نفس في عمره. كل أهل القرية وقفوا معاه وأيدوه في القرار ده. زين كمان قعد يعيط
وافتكر قد ايه رايفن كان بيعامله زي ابنه، وجين قعدت تفتكر ذكرياتها معاه وقد ايه كان بيهتم بيها وكانت بتعتبره ابوها. الكل كان متأثر، بس وقفوا في ظهر آريس ووعدوه انهم هيفضلوا معاه ومش هيسيبوه ابدا. في الوقت ده اعلنوا آريس حاكم للقرية مكان رايفن، وعلى الجانب الاخر عملوا اجتماع تاني عشان يعزوا في موت رايفن وينصبوا آريس كحاكم رسمي. ساعتها انومير قال لهم الحرب بدأت بجد خلاص. من هنا بننتقل لإقليم ميسان مطرح ما هم موجودين دلوقتي، وهناك في خناقة ومحاورة مستمرة بين الأخ الكبير والأخ الصغير على مين اللي يمسك الحكم. المنطقة دي فيها كمية مدن وقرى مش طبيعية. الأخ الصغير مسيطر على الشمال وده اللي باين في السماء قدامكم، أما الأخ الكبير فمسيطر على الجنوب اللي باين باللون الأخضر. بس في قرية معينة المفروض إنها نقطة تمدد لو الهجوم على الشمال بدأ، وبالمناسبة اسمها قرية برين. لسبب ما القرية دي قلبت علينا، وعشان كده لازم نخليهم ينضموا لينا بالعين الحمراء وبالقوة. بس آريس كان ليه رأي تاني وطلب من أنومير يدي له مهلة عشان يتقصى الحقائق ويفهم الليلة فيها ايه الأول قبل ما يستخدموا القوة. وبالفعل أنومير وافق وقعد آريس مع فريقه، وعارفين إن زين شاكك في سر خطير جدا، فقال لآريس لازم نجمع كل المعلومات من جوه القرية. وريت سأله وقال موضوع بسيط جدا، أنا أعرف جماعة مرتزقة اسمهم الظل وممكن نكلفهم بالمهمة دي مقابل قرشين. آريس الفكرة عجبته وقال له قشطة ماشي. تاني يوم لقيناهم ماشيين في الشوارع، وعرفنا ان آريس عمل ملجأ للأيتام على أعلى مستوى، وجين بتروح تزور الأطفال هناك على طول وبتتبرع بجزء كبير من مرتبها للمكان. الكل كان فرحان بالإنجاز ده. فجأة حد سمع صوت بينادي على آريس، وطلعت ليسا جاية تصبح عليه، وكانت فرحانة جدا بالملجأ وقضت اليوم كله تلعب مع العيال. بالليل آريس قعد مع ليسا وقال لها انها لازم تمشي عشان عنده ميعاد مع مرتزقة الظل عشان يكلفهم بمهمة. ليسا ردت عليه تمام هنمشي امتى؟ آريس قال لها من دلوقتي، انا معاكي مطرح ما تروحي، حتى لو رايح المريخ مش هسيبك. تاني يوم خدوا بعضهم وصلوا لخمارة في شمال المدينة عشان يقابلوا جماعة الظل. ريت قال لهم ان القائد القديم بتاعهم مات وفي قائد جديد بيقولوا انه اشد واقوى من اللي قبله، فلازم ياخدوا بالهم كويس جدا. اخيرا وصلوا الخمارة، ولما الراجل قال لهم ان المكان شطب وقفل، ريت قال له كلمة السر ودخلوا. وهناك بنلاحظ قد ايه المكان ده خطر وكل اللي فيه ناس صيع. القائد بتاعهم عنده قدرات خارقة، وآريس شغل مهارة التقييم عليه بس معرفش يحدد اخره ايه. فجأة جت بنت وقالت ليهم تشربوا ايه؟ آريس اتفاجئ وقال في نفسه دي قدرتها اعلى من اعلى مهارات شفتها في حياتي، هي دي قائد جماعة الظل. فجأة آريس خد باله وقام يغسل وشه عشان يهدي التوتر اللي هو فيه، وفجأة اتثبت في الأوضة. ساعتها ظهر قائد الظل اللي طلع واد صغير في الآخر وقال له أنت عرفت إزاي إني أنا القائد رغم كل التنكر ده؟ ريت اتدخل في آخر ثانية عشان ينقذ آريس، وليسا دخلت وقالت أعتقد بعد ما اتكشفتي لازم تنفذي مهمة آريس على أكمل وجه. قائد الظل ابتسم وقال أنا عندي خطة تانية ممكن أخلص عليكم كلكم من غير ما حد يحس. أنا الأول عايز أعرف آريس كشفني إزاي. وساعتها عرفوا إن آريس عنده مهارة التقييم وعشان كده لقطوه بسهولة. ليسا كمان عرفت من آريس إن ده هو القائد، ولما خافت بلغت ريت بالموضوع. ولما طلبوا منه يجمع معلومات عن قرية برين، القائد قال سهل جدا، في خلال 5 أيام بالظبط هكون جامع ليكم كل تفصيلة عن القرية دي. آريس اتبسط جدا، وبعد 5 أيام آريس وريت راحوا للقائد اللي عرفنا إن اسمه إكس وقال ليهم تمام أنا خلصت الشغلانة. وعرفوا إنه مش بس عمل المهمة بنفسه، لا ده كمان عرف يحرك مستند خطير جدا من جوه بيت الحاكم وقال لهم عليه. ولما آريس فتحه لقى إن عليه أختام المدن والقرى اللي بتأيد الأخ الصغير. إكس قال له بص على اليمين كده، وآريس اتصدم لأن ده كان ختم ماسا أكبر حليف ليهم، ووجودهم معاهم كان هيحدد مصير الحرب تماما، لأن ماسا عندها أكبر قوة في المنطقة، وده معناه إن ماسا بتخونهم. وعشان كده قرية برين رفضت تنضم للأخ الكبير. طبعا لو اتبعت عساكر القرية مدينة ماسا هتضربهم ضربة قاضية وتشتغل المجزرة. في نفس الوقت آريس شكر إكس على مجهوده وخد ريت وزين وراحوا لأنومير وسلموه المستند وقروا القصة وعرفوا إنهم اتغدر بيهم. أنومير ساعتها حي آريس على ذكائه ومجهوده الجبار وسلم المستند للنائب بتاعه. فجأة النائب قال إن المستند ده حقيقي وكل الأختام أصلية ما عدا ختم ماسا، لأن جاب ختم قديم لمدينة ماسا وقارنهم ببعض، ووصلوا للنتيجة إن الأخ الصغير ضحك على حاكم قرية برين عشان ينضم ليه. المفاجأة الكبيرة بقى كانت إن القرية دي فيها أحجار متفجرة
والاحجار دي عندها قوة تدميرية فوق الخيال. هنا زين قال لهم ان قرية برين لازم تعرف نضحك عليها. حاكم القرية سأل بس ازاي، وزين رد عليه بكل سهولة الموضوع بسيط جدا. بعد شوية لقينا آرس ومعاه 2 ممثلين واقفين قدام حاكم برين، وقالوا ان قرية رايفن عايزة تعلن انضمامها للأخ الصغير لأنهم سمعوا ان مدينة ماسا انضمت ليه، وان مش مهم مين اللي يكسب الحكم، المهم يضمنوا تحالف مع الأقوى. حاكم برين رد عليه جميل جدا، رغم انك لسه صغير بس عندك كفاءة عالية بجد. آرس سأله انت متأكد ان ماسا انضمت فعلا للأخ الصغير؟ فالحاكم اتردد وشك وأمر العساكر يهاجموهم. فجأة ريت اتدخل وآرس قال للحاكم استنى دقيقة، انا هتأكد لو ماسا فعلا انضمت للأخ الصغير. بنرجع فلاش باك وبنعرف ان زين كان واخد آرس وراحوا لماسا وقابلوا الحاكم اللي معروف باسم كيم، واكتشفوا ان الختم بتاعه بيتزور. وكيم جه معاهم وهو متغاظ جدا وقال انا هاجي معاكم كفايه لحد كده. وبعدين رجعنا وكيم اكد ان الختم مزور وانه مستحيل ينضم للاخ الصغير ابدا، وهدد حاكم برين ورغم انك غلط بس قدامك فرصه تثبت ولائك وتمنع تصدير الاحجار المتفجره وتعلن انك هتنضم لينا فورا. بعد شويه وقت لقينا آرس واقف قدام قبر رايفن وبيحكي له على كل اللي حصل بالتفصيل. وحشتني جدا وعمري ما هخذلك ابدا. ساعتها زين وريت وصلوا عشان يطمنوا عليه، وآرس قال لهم من غيركم ما كانش زماني عرفت اعمل اي حاجه، شكرا لكم. واتفاجئوا بوجود انومير اللي كان جاي يزور صاحبه رايفن، وبلغ آرس ان الاخ الكبير اللي اسمه دان سمع باللي هو عمله وطلب يقابله هو كمان. آرس كان محتار ومتوتر بس فجأة اصحابه جم يشجعوه فاسترد شجاعته وقال تمام ماشي. وبعدها آرس وريت وزين خدوا عربية وطلعوا على قلعة دان، وعرفوا ان الملك دان عامل حفلة كبيرة جمع كل حكام المدينة والقرى اللي في الإقليم. آرس وصل لحدود القلعة والمكان كان تحفة، وهو داخل الكل كان بيبصله باستغراب لأن سنه صغير. آرس كان محتار جدا بس فجأة لقى أنومير بيرحب بيه وجرى يسلم عليه، وبدأ أنومير يقدم آرس للناس على إنه حاكم قرية رايفن. وآرس رجعت له ثقته في نفسه وفرح شوية. في الوقت ده الكل وقف لأن الملك دان خرج عشان يستقبلهم. دان خرج وكان في قمة الفخامة والوجاهة، ولما آرس شغل مهارة التقييم عليه قال ازاي القدرات دي اعلى من اعلى مهارات شفتها في حياتي كلها. دان رحب بيهم والقى خطبة حماسية للحكام وقال لهم انه هيعلن مملكة مستقلة بعد ما يكسب الحرب ضد اخوه الصغير مارك. الكل شجعوا على كده. الملك نادى على آرس وقال له تعالى جنبي هنا. آرس كان متلخبط شوية بس اصحابه زقوه ناحيته، ولما قرب الملك شكره جدا واشاد بذكائه الجبار وقدرته انه يكشف خديعة اخوه مارك الصغير، وطلب من الكل يسقف له على الانجاز اللي عمله. بعدها بشوية آرس اندمج مع الموجودين بس لما حس انه تعب خرج يشم شوية هواء نظيف في الهدوء لوحده. في اللحظة دي حد كلمه وفجأة طلع الملك دان. آرس اترعش من الخوف فالملك قال له ما تخافش، انا عايز اتكلم معاك كلمتين لاني عارف ان عندك قدرة غريبة بتكشف بيها مهارات الناس التانية، فكنت عايز أسألك عن قدرات الحلفاء بتوعي. آرس فكر شوية وبما انه استخدم مهارة التقييم على الحكماء من غير ما يغلط قال ان قدرتهم ما تجيش حتى في مستوى العساكر، ضعاف جدا. ده رد عليه وقال الله ينور عليك، انا عارف انهم مخلصين جدا بس ما فيش حد فيهم عنده مهارة خاصة خالص، انا بفكر استعير حد من فريقك. آرس سأله الكلام ده انت عايزني انضم لاخوك؟ دان رد انا بهزر معاك بس عايز اقول لك ان عندنا جيش قوي وموارد مالية ياما، بس ناقصنا المهارات اللي عندك انت وفريقك، انتوا اضافة كبيرة لينا. وبعدين قال لو بس الاقي حد موهوب هاتهولي بنفسك. المفاجأة كانت انه ناوي يعينه رئيس لمدينة كناري اللي هي اصل انومير، وطبعا انومير هيحتفظ بمنصب اكبر في المملكة. دان اكد له وقال انا واثق فيك وفي فريقك، وبعدين ودع آرس ومشى. بعدها بفترة قصيرة لقينا آرس وريت عند رئيس الظل، وهناك آرس طلب منه يدور ليهم على ناس مهاراتهم عالية وقال له لو ساعدتني اطلب اللي انت عايزه. رئيس الظل وافق وخدت لها شوية وقت لحد ما جت ست في وضع صعب بتخبط على رئيس الظل، ولما قال لها انهم قافلين فهمته انها مش ناوية تقعد معهم بس بتدور على شغل. واحد من افراد العصابة خرج يزعق ليها وعايز يطردها بس قائد الظل اتصرف بحكمة وقعد معاها واكلها. على ناحية تانية الست عرفت نفسها على ان اسمها ماري وقالت بقول لك ايه، انا كنت شغالة مع حاكم اقليم ميسان قبل ما يموت، ولما حصل الخناق والنزاع بين ولاده سبتهم ومشيت. قائد الظل رد عليها انت جيتي في وقتك بالظبط. بعدين المشهد اتنقل لآرس وفجأة دخلت عليه شغالة وقالت له ان في حد مستنيه بره، ولما خرج
لقى قائد الظل واقف قدامه ومعاه ماري وقال له انا جبت ليك طلبك يا فندم. ريت قال لآرس انت متاكد انها موهوبه؟ ما تخلينيش الف وراك. رئيس الظل رد عليهم وسابهم ومشى. ولما آرس شغل مهاره التقييم عليها قال انا عايز اقول لك اني اتصدمت من مستواها. ماري قدرتها يعدي مستوى الابداع، وممكن نقول انها اذكى من زين شويه، ومهاراتها الدبلوماسيه اعلى من ليسا كمان. هي ميكس من القوه والذكاء والمكر. فسألها انت هتشتغلي معانا؟ ريت رد وقال هي رافضه، خصوصا بعد ما عرفنا انها كان مستشارة لحاكم ميسان قبل ما يموت. ريت اضاف ده غير ان عندها اخ صغير يعتبر الدراع اليمين لاخو الملك دان، وسهل جدا تنقل اخبارهم. في حته تانية ماري قالت انت غبي وبتفكر بالظبط زي اخويا، قول لي هتعمل ايه؟ هتشتغل معايا ولا ادور على شغل في حته تانية؟ آرس من غير تفكير قال لها مبروك وضمها لفريقه، في حين ان باقي الفريق كان معترض تماما على وجودها معهم. بعدها بشويه ريت فتح الباب لآرس وقال له انا عديت حدودي خلاص. وزين دخل وهو بيعيط من ماري اللي كانت نايمه طول اليوم، ولما زهقت نزلت تتريق عليهم في ساحه التدريب. زين اتهان جامد لان ماري خدته لمكان بعيد وقعدت تجري ورا الكلاب من غير ما حد يعرف السبب. وفجاه سمعوا انفجار مرعب هز المكان كله. العساكر استعدوا لهجوم محتمل على القريه، بس الوضع كان ان ماري وجين واقفين مكانهم. ماري كانت بتراهن على مين اللي هيخرب المكان الاول. الكل لاحظ انهم عايزين يطردوها بسرعه، بس آرس اعلن ليهم انها هتثبت كفاءتها. ماري قالت انا عندي فكره، تيجوا نعمل تحدي بينا ولو خسرت بوعدكم اني همشي. ريت خد الكلام جد وقال يلا بينا نبتدي. آرس جمع العساكر وفهمهم انهم هيتقسموا لمجموعتين. المجموعه الاولى قائدتها ماري، والمجموعه الثانيه قائدها زين. هيستخدموا سيوف التدريب عشان يعملوا معركة وهمية. لو القائد اتصاب أو المجموعة المعادية اتصفت تماما يبقوا كسبوا، مع منع جين من استخدام سحرها. آرس كمان وزع كور متفجرة عشان يضمن ان محدش يتصاب، وسأل مين هينضم لماري معايا. محدش رضى يروح معاهم، وساعتها ماري قالت ان النتيجة كده تعادل. فبعتوا مجموعة من العساكر الصغيرين عشان محدش يتفوق على التاني. العساكر استعدوا عشان يدخلوا الغابة، والكل كان مستني يشوف ايه اللي هيحصل. آرس قال لماري هنعمل ايه مع ريت وجين؟ ماري ردت ان عندها خطة وبصت للعساكر وقالت مبدئيا كده احنا هنخسر، بس ده لو انا مش معاكم يا حلوين. وبدأت تشرح خطتها. في نفس الوقت ريت كان بيشرح للعساكر فريق ماري ضعيف جدا واكيد عاملين لينا فخ، عشان كده هنقسم نفسنا لمجموعتين، انا في الوش وزين في المجموعة التانية، ويبقى في ظهرنا يدعمنا. لو العدو هاجمهم استخدموا المتفجرات فورا وهنرجع لكم بالاخبار الحلوه. الكل رد تمام. الخطه بدات تتنفذ، بس فجاه سمعوا انفجار من قدام، فراحوا هناك واتفاجئوا بواحد من فريق ماري خارج من بين الشجر وبيقول بالله عليكم خدوني معاكم في الفريق وبامر الله هقول لكم على خطتهم. ريت قال قشطه، والواد كشف الخطه وقال ان ماري متوقعه انهم يتقسموا لمجموعتين. بعدين سمعوا انفجار من ناحيه القصر كأن فيه هجوم هيحصل عليهم، وده معناه انهم لما يرجعوا القصر هيتحبسوا هناك وزين هيبقى فخ سهل. ريت قال ان آرس مستحيل يوافق على كده، انت باين عليك بتثبتنا وبتكذب علينا. الراجل رد ايوه انا كذاب، ماري طلبت مني اعمل لكم فخ. وبعدين قال انا هقول لكم على الخطه الصح. فتح الخريطه وشاور على مكان الكمين اللي ماري مجهزاه، وقال اول ما توصلوا النقطه دي العساكر هيهجموا عليكم من ناحيتين، واول ما توصلوا هناك انا هستخدم الكوره المتفجره اللي معايا رغم اني مش هعمل كده، وهم يتفاجئوا بالهجوم اللي هيصفي عليهم. ريت خد منه الكوره المتفجره وخلى العساكر يدوروا عليها، وظهرت كوره متفجره تانية معاهم، واللي كان معاه كان شايل الكوره المتفجره الوهميه، في حين انه كان هيستخدم الكوره الحقيقيه عشان ينفذ هجوم ماري. ريت قال للعساكر وهو بيكشف خطه ماري هنلف وراهم ونفاجئهم عشان نخلص عليهم. وصلوا لمكان العساكر واتجمعوا من ورا عشان يهاجموهم، بس طلع انه كمين مستخبي جوه كمين ماري. ماري خرجت وآرس كان معاها، وبصت لواحد من عساكرها وقالت عاش عليك يا بطل. ساعتها ريت قال لها انا مبقتش فاهم اي حاجه خالص، عساكرك راحت فين؟ على العموم لو صفينا آرس انا هعلن الفوز. ريت اتلم تماما، في حين ان ماري خدت آرس وسحلته وجرت بيه، وريت والعساكر جريوا وراها، وآرس زعق ريت مسكهم. فجأة الفخ اللي معمول ليهم اشتغل والعساكر وقعوا واحد ورا التاني. ريت هو كمان وقع في فخ، وبعدين قام وكمل جري وراهم لحد ما كانش شايف حاجه قدامه. ماري قالت لآرس انت هتتبسط اكتر لما تعمل اللي قلت ليك عليه. آرس بدا يحدف الكور عليهم، وفي لحظه حصل انفجار جامد خرب المنطقه. على الناحيه الثانيه فريق ماري اكتشف مكان زين وشاوروا عليه، وزين بلغ فريقه ان العساكر قليلين
وإنهم هيقدروا يصفوهم بسهولة. بس باقي العساكر ظهروا من كل الحتت وحوطوهم، وده معناه إن ماري واجهت ريت وفريقه لوحدها. في اللحظة دي جين خدت زين وجرت بيه بسرعة والعساكر وراهم. الوضع رجع لماري اللي كانت باينة فرحانة جدا، وقالت لآرس احنا كسبنا. وكملت بص جين وقعت وزين بيحاول يهرب، بس العساكر بيجبروه يمشي في نفس اتجاه ماري، وزين ما كانش فاضل ليه غير خطوتين ويقابل ماري لانها كانت حطاه في دماغها ومستنياه.